بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد تنور المجلس الإسلامي الأعلى بهذه الندوة التي كانت على غير الندوات السابقة، لأن الندوات السابقة كانت تدوم نصف يوم، أما هذه فدامت يومين كاملتين، وكان المتكلمون فيها أساتذة جامعيون من جامعات الجزائر الحمد لله، وتكلموا كذلك عن عالم من علماء الجزائر الذين تذكرهم الجزائر وتفتخر بهم، تفتخر بهم في طلبهم العلم وفي بثهم للعلم وفي خدمتهم للعلم وفي خدمتهم للمجتمع. والحمد لله أن نتكلم وهو شيخ بن الشيخ رحمه الله، وقد استفدنا كثيرا من هذه المحاضرات التي نرجو أن تدون وتطبع في كتاب حتى يمكن الاستفادة منها على المدى الطويل. كذلك شاهدنا بعض الإنتاج سواء من إنتاج الشيخ رحمه الله أو من إنتاج من عاصره أو من كتب عنه، كذلك في بهو المجلس. وهذا الإنتاج يعني هو ثري ويدل على أن هناك حيوية وقوة علمية ونهضة مباركة إن شاء الله. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يثيب القائمين عليها والمشاركين فيها، ونشكر جمعية التراث التي أشرفت على هذه الندوة الخاصة بالمحتفى به وهو الشيخ بن الشيخ رحمه الله. نشكرها ونشكر جميع الحاضرين والمحاضرين والمعينين والخادمين، وكذلك عمال وموظفي المجلس الإسلامي الأعلى الذين رحبوا بكم وابتهجوا بوجودكم بينهم. ونرجو أن لا تنقطع هذه الصلة، بالعكس يجب أن تتواصل وأن نعمل معا في مناسبات أخرى، وأن نستفيد من علم العلماء ومن اجتهاد المجتهدين. ورأيت كما لاحظته في هذا الصباح أن الشيخ بن الشيخ بالنسبة إلى ضمان القروض كان متقدما على من انتقده وقدمه وقال إنه يخالفه، لأن وكذلك الشيخ بن الشيخ يعتمد ما اعتمده من قبله مولود قاسم عندما قال يعني كل واحد منكم داير ساعة في يده ويثق فيها ولا يثق فيما يقوله العلم، يعني بالنسبة إلى شهر رمضان كيف تثق في الساعة هذه اللي في يدك ولا تثق فيما يقوله العلم بالنسبة إلى رمضان، وتثق في شخص قد لا يرى أو يتهيأ له أنه رأى، ولكن الشيخ بن الشيخ قال اعتمد القران، قال إذا كان قبل القران لا نصدقه، وإذا كان بعد القران لا نحتاج إليه، لأن بعد القران يثبت الشهر، وإنما لا نتوقف عن مراقبة شهر رمضان. لماذا؟ لأن في هذا الترقب سنة، لأنه تجمع للناس ويترقبون الشهر، وهذه السنة ينبغي أن تستمر لأنها من عادات المجتمع أو من الأعراف التي نشأت في إطار سنة، ولعلنا إذا واظبنا عليها تكون من المسائل أو من العادات التي تدل على وحدة مجتمعنا وعلى ثقافتنا وعلى تاريخنا. إذن في هذه اللحظة أنا أعتذر عن البقاء لأن عندي ارتباط هام جدا ولا أستطيع أن أتخلى عنه، وأني أشكر جميع الحاضرين
وأشكر السادة المنظمين، وأشكر السادة العلماء الذين أتحفوا هذا المجلس ونوروه بمحاضرتهم وبأفكارهم وباجتهادهم، فشكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.